السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة من الكورة مع أيمن. أحداث الدوري المصري. طبعا الدوري المصري السنة دي نظام جديد، دوري غريب، دوري عجيب. نظام السنة دي 18 فرقة في الدوري المصري. كل فرقة هتلعب ماتش واحد مع الفرقة التانية، يعني كل الأهلي يلعب 18 ماتش، هيقابل كل الفرق بس دور واحد، مش دور رايح جاي. حسب القرعة اللي هتتعمل، الأهلي والزمالك مثلا يلعبوا في ملعب إيه، الأهلي والاتحاد يلعبوا في ملعب إيه، كل ده بالقرعة. أول 18 ماتش يخلصوا هيتعمل دوري من مجموعتين. أول مجموعة 9 الأولانيين اللي هو من 1 ل9 هيلعبوا على الفائز بالدوري والمركز التاني والتالت وكده. المجموعة التانية اللي هي من التاسع لحد 18، اللي هو من العاشر لحد 18، هيلعبوا دوري للهبوط، اللي هيسقط منهم فرقتين. يعني الدوري السنة دي أول مجموعة دور واحد، تاني دور مجموعتين، مجموعة 9 فرق الأوائل هيلعبوا على الفائز بالدوري، ومجموعة التانية هيلعبوا على الهابط من الدوري. والسنة دي زي ما احنا عارفين نظام هيبقى فرقتين اللي هيهبطوا بس. والسنة الجاية إن شاء الله الدوري يبقى عادي زي ما اتعودنا دايما إن شاء الله. ونشوفكم في حلقة جديدة، كل الأحداث المثيرة مع الكورة مع أيمن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.